السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. وشكرا لكل اللي سأل عليا واللي بعت لي رسائل على الخاص. النهارده هنعمل مع بعض الفطير المشلتت. النهارده انا حبيت ان انا اجدد الاولاد كده على العشاء، فعملت النهارده الفطير. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض هتكون ازاي. هنبدأ مع بعض الطريقه دلوقتي. معايا حوالي نص كيلو دقيق، وكوبايه ميه وربع معلقه ملح. هدوب الملح في الميه بسرعه علشان لو سبت الملح في الدقيق هيخلي العجينة تقطع مني. دي تكة برضو مهمة في الفطير. فهبدأ احط كده نص المية واعجن، اشوف العجينة محتاجة اكتر ولا لا. كده هي العجينة اخدت المية ولسه محتاجة مية كمان، اضيف شوية كمان وابدأ اعجن. طبعا العجين بيحتاج الايدتين، بس انا عشان بصور بايد وبعمل بايد، فبلم كده في الدقيق في المية. كمان هي لسه محتاجة مية كمان، هضيف شوية مية واعجن. خلاص كده انا لميت العجينة. حطيت شوية زيت صغيرين في ايدي كده والم بيهم العجينة بقى. نزلتها على مكان واسع شوية عشان اقدر اعجن براحتي. كده انا بعجن في العجينة، باخدها مرة رأسي ومرة افقي. يعني بقى اعجنها مرة كده بالطول وبعدين اقلبها واخدها تاني بالعرض لحد ما العجينة تنعم في ايدي خالص خالص والاقيها ما عادتش محتاجة اي عجن. اعرف كده انها خلاص. انتي نفسك بتحسي بملمس العجينة ساعتها تعرفي هو محتاجة عجن ولا لا. العجينة تنعم خالص زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى بغطيها بالزيت علشان خاطر ما تشققش. غطيها بفوطة نظيفة. خلاص بقى سبتها ترتاح ساعة وساعتين. بكور العجين في زيت. العجينة بتاعتي عملت لي حوالي 5 كور اهم، ما شاء الله. هيعملوا حوالي فطيرتين كبار. عندي هنا قشطة صفراء عليها شوية زيت. بحط عليهم حوالي معلقة صغيرة بيكنج باودر. هتلاحظي ان البيكنج باودر بيعمل زي رغوة كده على وش الزبدة. هي دي المطلوبة يعني. التكة دي مهمة جدا في الفطير، هي اللي بتديله شكل وطراوة الفطير اللي بيجي من بره. ببدأ كده اخد كورة كورة واحط عليها من الزبدة وافرد ازاي من جوه لبره بصوابعي. مش محتاجة اي نشابة ولا اي حاجة، هي طالما العجينة مرتاحة هتتفرد معايا كويس جدا من جوه لبره من جوه لبره كده زي ما انتوا شايفين. العجينة بتترق معايا. شوف رقتها كده كويس. مش مهم القطعات اللي على الاطراف دي، مش هتبان اصلا يعني. هبدأ كده اخد الطرف من ده الطرف ده واحط زبدة واقفل من الطرف ده للطرف ده. بتعمل معايا الشكل ده. اركنها بقى على جنب ترتاح واجيب الكرة التانية. وبرضو عليها بالسمنة بالزبدة والزيت بتوعنا. وابدأ برضو افرد من النص لبره بصوابعي كده من النص لبره علشان ترق. مهمة الخطوة دي. خلاص رقيتها خالص اهي. هجيب العجينة اللي انا ركناها واحطها بقى في النص وادهن زبدة واطبق نفس التطبيقة بالظبط اللي عملتها قبل كده. الطرف ده على الطرف ده وبين كل تطبيقة والتانية زبدة. واجيب الطرف ده وخلاص اسيبها بقى ترتاح. هجيب الصينية واحطها فيها وابدأ افرد. ابل ايدي بالزبدة وابدأ افرد. وانتي ممكن تسيبيها ترتاح شوية عشان يعني ترضى ان هي تتفرد معاكي كويس كده. هي اتفردت. انا اخترت ان انا اعملها على البوتاجاز من فوق، اسرع وانجز بالنسبة لي. اللي انا بصورها دي اخر فطيرة لان ما شاء الله اللي طلعوا قبل كده الولاد ما شاء الله يعني اكلوهم. بلف كده بسويها في الصينية تيفال او طاسة يعني على النار. بلف كده علشان خاطر تاخد تسوية من كل الاتجاهات. لما تشد كده من تحت وتمسك نفسها شوية هقوم قلبها. آه هي كده قلبتها. شايفين بدأت تاخد لون جميل. لسه كمان اتشد شوية من الجهة التانية واقلبها كمان. آه شايفة بدأت ترفع ازاي؟ ما شاء الله كده دليل ان هي ناجحة علشان مورقة والتوريق بتاعها بيرفع على النار.
فكده تعرفي ان الفطيرة ناجحة، مش هتبقى ملكومة يعني، هتبقى مورقة ان شاء الله وجميلة. ولما تخلص هقطعها واوريها لكم من جوه. آه، مهم افضل الف فيها علشان خاطر تستوي من كل الجوانب. كده خلاص طلعتها، هي ما شاء الله شايفينها طرية ازاي، بتنيها مورقة من جوه ازاي، ما شاء الله. طعمها حلو جدا، غني جدا بالزبدة.